لماذا ونحن بشر كل منذ أن خلق الله عز وجل البشر إلى اليوم، لماذا أعمارنا قصيرة وأعمار الأمم السابقة كنوح طويلة؟ لماذا؟ ونأكل كما يأكلون ونشرب كما يشربون، على الأقل قد تغيرت بعض أمور عندنا، لكن في الأزمنة السابقة في القرون الماضية هي البيئة واحدة، الهواء والأرض هو الذي الله عز وجل ينزل الماء من السماء وينبته من الأرض، فالتربة واحدة. الذي يظهر لي والله جل وعلا أعلم أن الله عز وجل أراد ضبط حياة الناس من جهة سطوة العقل. العقل منفلت. الأزمنة في ابتداء البشرية لم يكن لديهم موروث علمي عن الأمم السابقة، فكان امتداد أعمارهم لا يجعلهم يزيدون بسطة من جهة سعة الرزق والابتكار ما تفسد بهم حياة باعتبار البداية، فبدأ العمر بالتناقص مع كثرة العلم الموروث. لما كان العلم الموروث، لهذا الله عز وجل يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يبغون في الأرض مع سعة الرزق. ولهذا يقول ابن زيد، يقول: كلما بسط الله عز وجل، كانت العرب يقول إذا بسط الله عز وجل عليهم الرزق اقتتلوا. فإذا زاد عمر الإنسان وزاد معلومة من جهة الابتكار والصناعة وكذلك الإنتاج، زاد الفساد في الأرض. لهذا بدأ عمر الإنسان بالنزول، كلما زاد الموروث العلمي ضعف الأجل حتى يكون ثمة توازن بين أمور المدركات. ولهذا الإنسان في زمننا لا يستطيع أن يبتكر وينتج حتى مات، فيبدأ الذي بعده من الربع أو من النصف، باعتبار أن المعلوم لدى الإنسان